أعتقد احنا هذا الدور معالي الرئيس يجب أن نرسخ هذا الدور لحل مشكلة البطالة في البحرين. هناك واجب مسؤولية وطنية على الحكومة وعلينا أن نطرح هذه القضية. مسألة قضية البطالة في البحرين قضية مستشرية، وهي تهدد، وأنا أقول هالكلام للمرة الألف، تهدد الأمن الاجتماعي والأمن الوطني في البحرين، لأن اليوم في أسر تحتاج إلى مساندة، أبنائها من أفضل الخريجين في الجامعات، جامعة البحرين، بوليتكنيك، كل أكثر من 14 جامعة في البحرين تخرج مواطنين من أفضل الكفاءات يقعدون في البيوت. لما بدأت وزارة الصحة توظف بعض الأطباء، وأقول بعض الأطباء بين قوسين، بدأنا نحس أن في أطباء بدأوا يشتغلون على الأقل، إذا مو كل الأطباء. فالبحرين بلد صغير ومحسوس إذا في توظيف. مو تقول لي وزارة العمل، وأنا والله صراحة أنا شاف ريجي ويا الجماعة 29,000 يا جماعة، 29,000 إحنا ما نشوف عميان ما نفهم. 29,000 يقول لي وزير العمل الله يطول عمره بهاني وظف في 2023. والله لو وظف 5,000 شفناهم، لو وظف 5,000 شفناهم سعادة الوزير. خلينا نكون صريحين مع الرئيس، مو معقولة هذا الكلام ينقال دائما وأبدا. تقدمون أرقام غلط إلى سمو رئيس الوزراء وتقدمون ارقام غلط علشان بس نلمع صورة البحرين في المحافل الدولية وفي صندوق النقد الدولي اللي دمرنا وراح يدمرنا أزيد. أعتقد هذا راح يدمر شبابنا ويدمر بلدنا.